كان يفجر ويفجر ضيع عمره، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فليست تلك الدعوة إلا مجرد ادعاء، وليست تلك الكلمة إلا مجرد أمنية يتمناها فيأتي الجواب كالصفعة على وجهه. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاعلني قلبك وسمعك جيدا، أريد أن تعيش معي هذه اللحظات، أريد أن نعيش هذه الساعة بأرواحنا وقلوبنا، أريد أن نوطن أنفسنا لهذه الساعة التي ستمر بها أيها الإنسان. وقال تعالى في موضع آخر وهو يذكر فيه ساعة الفراق وينبه عباده على خطورة الموقف: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هكذا يأمر الله تعالى أن ننفق قبل أن يحل بنا الأجل، وينهانا أن نتغافل عن طاعة الله وذكره بالأموال والأولاد والشهوات والنزوات من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فلولا أي هلا إنه حرف وإنها أداة تفيد الاستجداد وتفيد التمني وتفيد الطلب. لولا وهي تفيد الحظ والحث في موطن آخر. لولا أخرتني إلى أجل قريب، هلا أجلت لي الموت، هلا أجلت لي حتى أستعد فأتصدق وأكن من الصالحين. اسمع الآية الأولى من سورة المؤمنون، وهذه آية من سورة المنافقون. تلك آية ذكرت في سورة المؤمنون، وهذه آية ذكرت في سورة المنافقون، لتتعجب ولتقف مشجوعا متأملا متدبرا أنها ساعة يصورها الله تعالى لعباده، أنها ساعة ندم ولحظة تفريط، إنها ساعة ندم يموت الإنسان نادما. يقول بعض أهل العلم: لا يموت عبد إلا نادما، أما إن كان صالحا فيموت نادما أنه لم يزدد من العمل الصالح، وأما إن كان غير ذلك فإنه يموت متحسرا أن فرط في جنب الله عز وجل. فهذه آية من سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا يريد أن يؤخر إلى الأجل القريب؟ لماذا يريد أن يمد الله له في الحياة؟ لماذا؟ ما السبب وما السر؟ إنه يريد أن يعمل صالحا فقد فاته ذلك، ما عمل الصالحات وإنما ضيع عمره وحياته، ضيع ساعاته وأيامه، ضاعت شهوره وأعوامه، ضاعت رأس المال، فهو الآن يتمنى بعد ماذا؟ بعد أن أدرك أنه مفارق، بعد أن أيقن أنه راحل، بعد أن تأكد أنه مسافر سفرا بعيدا لا عودة له بعده إلا يوم القيامة: لعلي أعمل صالحا فيما تركت فأصدق وأكن من الصالحين. وأكن من الصالحين يتمنى ذلك وهو الذي كان يسخر من الصالحين، كان يهزأ بالمستقيمين، كان يضحك على الملتزمين بدين رب العالمين. إنه كان فريق من عباده يقولون آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن
الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أحبتي بالله، يقول الله تعالى أيضا وهو يصور لنا تصويرا عجيبا ساعة الفراق وساعة الرحيل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه تعلوها النظرة والسرور والبهجة والبهاء والجمال والنور والضياء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها بعيونها. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة أي داهية. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا، هذا الحرف حرف زجر يفيد زجر الإنسان الغافل، زجر الإنسان الساهي، زجر الإنسان اللاهي. كلا إذا بلغت التراقي، الروح إذا بلغت التراقي جمع ترقوة، الترقوة هي الحنجرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يقال يومئذ في تلك الساعة واللحظة إما أن يكون القائل الله وإما أن يكون القائل ملائكته. وقيل من راق، من الذي يرقيه، من الذي يداويه، من الذي يبذل له العلاج، من الذي يبذل له الدواء، من الذي يرد عليه روحه. وهي الآن بصدد الخروج والمفارقة، وهي الآن في ساعة الرحيل والفراق. وقيل من راق، وقيل كما قال بعض أهل التفسير وقيل من راق، من الذي سيرضى بروحه، من الذي سيصعد بها، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ ففيها قولان والآية تحتملهما. وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن بمعنى أيقن، لأن الأفعال في اللغة العربية قد تستعمل في المعنيين جميعا بحسب السياق. وظن أي أيقن، تأكد، لم يعد عنده شك، وظن أنه الفراق، أنه سيفارق أهله، أنه سيفارق زوجته، أنه سيفارق عياله، أنه سيفارق جيرانه، أنه سيفارق أحبابه، أنه سيفارق أمواله، أنه سيفارق هذه الدار التي قضى حياته في بنائها من الحلال ومن الحرام، سيفارق هذه الشركات وهذه المؤسسات وهذه الأرصدة البنكية التي امتلأت بالأموال من حلال ومن حرام، سيفارق كل ذلك ليعرج به إلى الله جل وعلا وليقال في حقه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول تعالى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، التفت ساقك بالساق الأخرى في الأكفان وفي القبر ويوم المحشر، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ستساق اليوم إلى الله، ستعرض اليوم على الله، ستقف الآن بين يدي الله. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وإذ به فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، لا صلاة ولا صدقة، ترك الصلاة ومنع الزكاة، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، لأنه لو صدق بالأخبار لصلى للواحد القهار، ولكن كذب وتولى، ولأنه لو أقر بما كان به النبي المختار لأطاع العزيز الجبار الغفار، ولكن كذب وتولى.
إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. الويل لك أيها الإنسان ثم الويل لك أيها الإنسان. وعيد بعد وعيد وتهديد بعد تهديد من الله العزيز الحميد. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أيظن الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وعزة ربنا قادر على أن يحيي الموتى. فهذه ثلاثة مواطن في كتاب الله عز وجل ذكرت ساعة الفراق، وذكرها الله تعالى أيضا في موطن آخر في قوله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة، لو أنني رجعة، لو أنني كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يا لها من لحظة ويا لها من ساعة، يا لها من ساعة ينبغي أن يشمرها لها المشمرون، يا لها من لحظة ينبغي أن يعمل لها العاملون. يقول الحسن رحمه الله تعالى: إن الكبش يعلم والتنور يسلر والسكين يحد. فهكذا مثلك أيها الإنسان ومثل جهنم بكبش يعلم والسكين هو الموت يحد وجهنم تسجر. فإلى أي الدار ستصير؟ ساعة الفراق غفلنا عنها ونسيناها. مع شديد الأسف ساعة الفراق التي مر بها صفوة الخلق وخيرة الناس أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ساعة الفراق رآها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل به ملك الموت فجعل يعالج روحه الشريفة الطاهرة الزكية، وكان بين يديه ركوة فيها ماء كما قالت عائشة: أي إناء فيه ماء، فكان يضع يده المباركة فيه فيغمس يده في الماء ثم يمسح بها وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لغمرات. رواه البخاري. وفي رواية الترمذي: اللهم أعني على سكرات الموت. وفي رواية أخرى للبخاري قالت عائشة: وفي لحظة أخذته بحة شديدة، بحة في حنجرته، وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة: فعلمت أنه يخير فلم يختار